أهلا بيكم وكل مشروعات الإسكان المتاحة حاليا من أول يوم 30/6 والفترة دي و10/7 وكل اللي موجود في شهر 7 وكل اللي هيبقى موجود في 8. هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل وهنقول شهادة حق عن كل المشروعات المتاحة، ويا ريت تتفرج على الفيديو ده لأنه هيفيدك جدا وهيزيل عنك حالة اللبس الكبيرة اللي موجودة من كتر الكلام على مشروعات ومش شايفين حاجه، وبنروح نسال في البريد يقول لك مفيش، نروح نسال في اي حته مفيش. انا في الفيديو ده هحاول اشيل اللبس اللي موجود واللخبطه اللي موجود ده، فاتمنى الكل يسمع كل كلمه في الحلقه دي وهيستفاد جدا جدا. اول حاجه المشروعات المتاحه حاليا، احنا ابتدينا مشروع التقديم على مشروع فالي تاورز حدائق اكتوبر من اول يوم 30/6، وعملنا حلقه بنتكلم فيها على المميزات والعيوب. بس عشان تبقى عارف نخليك فاهم كده ان الكلام ده يا جماعه لازم المقدم بتاعه 150,000، والشقه هتعتبر كاش ب1,500,000، قسط ممكن توصل ل2,500,000 اللي هي 5 سنين و7 سنين. اللي انا بقوله ده هل ده يشجعك ولا ما يشجعكش؟ ارجع للحلقة اللي انا عملتها بتاع مميزات وعيوب المشروع، ولكن انا دلوقتي بقول لك تفاصيل المشروع. ده اول مشروع متاح الحجز عليه حاليا. مشروع كويس، طبعا الموقع بتاعه موقع استراتيجي وموقع مهم جدا وموقع جميل جدا، والعماير شكلها حلو. التشطيب ممكن يكون افضل شويه من الاسكان الاجتماعي، ولكن بنفس شكل الاسكان الاجتماعي. ده بالنسبة للتشطيب الداخلي، ولكن طبعا الشقق هنا احنا بنتكلم في سعر تاني خالص، وهو سعر 1,500,000 عشان خاطر الموقع. ده بالنسبة لأول طرح موجود. تاني طرح موجود، طب برضه عشان نكمل في أول طرح، هو ده نازل فين؟ نازل في البريد ولا نازل فين الشقق دي؟ لا يا فندم، دول مش نازلين في البريد. ده شقق اسكان متوسط، اسكان بدون شروط، فحضرتك ده بتحجزه من على الموقع الخاص بالاسكان والتعمير. واحنا كنا نزلنا الموقع ده في موقع مخصوص لحجز الاراضي وحجز الشقق، ده حضرتك بنحطه ليك في التعليقات وبنحطه ليك في الوصف بتاع الفيديو. فنتمنى لو انت مهتم خش على الموقع وحمل كراسة الشروط بنفسك وخد بقى التفاصيل وخد بقى الخطوات. دي اول حاجة مطروحة، وعشان تبقى فاهم مش موجودة في البريد المصري، دي من على الموقع. تاني حاجة اللي قالوا هتطرح يوم 10/7 دي هيئة تعاونيات البناء. وليا كلمة في الحتة دي عشان خاطر أفهم كل الناس. بس يا جماعة الموضوع ما فيهوش ميزة وما اسمهوش بجد، يعني انا طلعت وقلت مشروعات الدوله ويلا بينا على مشروعات الدوله، ولكن ده ما فيهوش اي ميزه. لما انت تبقى طارح هيئه تعاونيات البناء، ودي رساله انا بوجهها بقى للسيد رئيس هيئه تعاونيات البناء واللي ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، اقول له يا فندم انت كل اللي عندك 20 شقه هنا، 30 شقه في المشروع، مثلا 20 شقه في مشروع اكتوبر، 30 شقه في مشروع التجمع، ليه توصل بالاسعار ل 3 مليون و4 مليون بالنسبه للشقه نص تشطيب؟ ليه توصل بيها بالتقسيط طبعا على 5 سنين و7 سنين؟ ليه توصل بيها للسعر ده وتبوظ السوق كله، مع ان في جمعيات وشركات حتى الان بتطرح في كومباوند اللؤلؤه ده اسعار اقل؟ هل انت عشان تحقق ارباح للهيئه اللي حضرتك رئيسها في 20 شقه ولا حاجه، يعني هتحقق كام انت كهيئه كبيره جدا وتمثل الدولة المصرية؟ هتحقق كام؟ 20 30؟ ولكن انت رفعت اسعار وعملت ركود في حالة البيع والشراء، لان انت هنا انت بتتكلم على سوق كامل ممكن يرفع معاك ومفيش قوة شرائية ومفيش طلب عليها، لان طبعا الاسعار غير مقابلة للسوق اللي انت حضرتك بتعرض فيه. ده بالنسبة للمشروع ده. المشروع ده انا ذات نفسي كنت منتظره، ولكن طبعا الاسعار اللي تم طرح بيها المشروع ده غير منطقيه وغير مقبوله. عشان كده احنا هنا بنعمل ان لا، معلش ده ما فيهوش اي ميزه، اللي عايز يشترك فيه يتفضل، هم كلهم 20 شقه ما فيش اي مشكله. فهنا المشروع ده طبعا مشروع طرحاه هيئه التعاونيات، ودي هيئه تابعه لوزاره الاسكان، ولكن طبعا احنا مش شايفين ميزه، لان هم حبوا يحققوا
اعلى ارباح، مع ان كلهم 20 30 شقه كانوا باعوا بسعر السوق وسعر المتاح من الجمعيات الاخرى ومن الشركات الاخرى، كانوا باعوا بنفس السعر. ولكن ان انت تطلع كمان على السعر ده عشان انت عندك عدد قليل وهيتقدم لك كتير، ده مش سياسه الصراحه. يعني حد بيحاول يعمل انعاش للسوق العقاري في مصر. ده بالنسبه للمشروع الثاني، وده اللي هيتم طرحه بدايه من 10 اللي هي ايه 10 يوليو 10/7 اللي احنا فيه ده، يعني ايام بسيطه، يعني ممكن في خلال بكره ولا بعد. ده بالنسبه بالنسبه للمشروع الثاني اللي هو متاح حاليا. في بعد كده مشروع اللي هي عواصم المدن. عواصم المدن دي حضرتك دي عماير واخده اماكن كويسه جدا، وتم طرح المشروع ده قبل كده، ولكن بيعيدوا طرحه تاني لان نفس المشكله اللي حصلت في هيئه التعاونيات البناء ده اللي هو جهاز التطوير الحضاري. ده حضرتك اتطرح الشقق وبرضه طرحها باسعار 3 و4 مليون. طبعا هم كلهم عماير محدده وعماير قليله، ممكن 5 عماير 10 عماير، ولكن طبعا كل رئيس جهاز ولا رئيس شركة عايز يحقق أكبر مكسب منها عشان يبقى شاطر ويبقى حلو قدام الوزير ويبقى حلو قدام رئيس الجمهورية ويبقى حلو قدام رئيس الحكومة. ولكن ده بيعمل زي ما قلت لكم كده لخبطة في السوق العقاري. يا فندم انت من مصلحة الدولة كلها ان السوق العقاري يحصل له انتعاش. انت طرحت قبل كده وما لقيتش اقبال عليها لان حضرتك الشقه ب 3 و4 مليون جنيه، وده مش حاجه منطقيه خالص في مدن انت القطاع الخاص بيطرح فيها بمليون ونص مثلا و2 مليون، انت ما تجيش تطرح ب3 وب4. انت دلوقتي لازم يبقى ليك ميزه عشان خاطر كده الناس كانت بتستنى اعلاناتك ان انت دايما اقل من السوق. فما تجيش انت تطرح هذه شويه وتقول لك اصل انا بمشي مع سعر السوق لان دي يعني حاجات استثماريه واللي قادر. انت طرحت قبل كده وما جالكش، وانا برضو دي ما فيهاش ميزه كبيره، اللي حابب يشترك فيها يتفضل يتوكل على الله ما فيش اي مشكله. ولكن طبعا اللي مش حابب، اللي كان لغايه دلوقتي فيها ميزه هي فالي تاورز عشان الموقع الاستراتيجي بتاعها والموقع الحلو جدا بتاع هذه شويه، وده متوقع يكون عليها اقبال في الايام القادمه. ونخلي بالنا ان احنا معانا متاح لفالي تاورز معانا لغايه يعتبر لغايه اخر شهر 8 تقريبا ممكن نعمل عمليه التحويل ونعمل عمليه التسجيل عليه. ده بالنسبه بالنسبه للثلاث مشروعات المتاحين حاليا. اي مشروعات تانية هو كلام مرسل. يعني ايه كلام مرسل؟ دي مشروعات الدوله التي المتاحه واللي هتتيح لنا الفتره اللي جايه. اي مشروعات تانية طب طلع كلام ان في 45,000 وشقق اسكان والبريد ومش البريد ويجري وكل الاعلانات دي. حضرتك يا فندم انت دلوقتي اي حد لازم تبقى فاهم اي حاجه بتطرح عن طريق البريد ده بيبقى الاسكان الاجتماعي فقط، الاسكان المدعم من الدوله، لان بيبقى متوقع ان هو يقدم له عشرات الالاف ومئات الالاف، فده بيلجأوا ليه للبريد المصري. ده الحاله الوحيده اللي هم بيطرحوا في الاعلانات في البريد المصري. فهنا هل الدوله هتطرح؟ انا عايز اقول لك ان خلاص احنا الحكومه الجديده لو هي ناويه تطرح في اجراءات لازم تتم، في خطوات لازم تتم. فبالتالي انت لو هي ناويه على رقم مستهدف، مثلا لو هم قالوا 45,000 شقه، الرقم اللي اتسرب ده لو هو رقم صحيح وسليم، يبقى انت هنا لازم تقعد تحسب في كل مدينه فيها اراضي قد ايه ينفع تبني فيها كام وحده سكنيه. يبقى انت هنا لازم تحصر كل الاراضي الفاضيه، تحصر كل الاراضي اللي ممكن تبني فيها، ويبتدي بقى يبعت خطابات لجهاز مدينه اكتوبر، خطابات لجهاز مدينه مثلا حدائق العاصمه في القاهره، خطابات لجهاز مش عارف. كل دول بيتجمعوا، فالحاجات دي بتاخد شويه وقت. هتقدر تحدد العدد ويقدر يحدد ده. بقى احنا بنتكلم في لو انت مش هتحتاج قرار رئيس وزراء جديد اللي اتاخد قبل كده وقال المقدم مثلا هيبقى 28، مثلا الشقه هتبقى ب 500,000. لو احتاجت تعديل في الاسعار يبقى انت محتاج قرار رئيس وزراء جديد. قرار رئيس وزراء جديد باسعار جديده لشقق الاسكان. الموضوع ما بيمشيش كده، لا، ده هم هنا الدوله هتقعد هتقول هنطرح الاعلان ده بنفس الاعلان الثابت 500,000 جنيه للوحده السكنيه ولا هنزود. ده هنا بيبقى القرار. لو هم هيطرحوا نفس الوحده يبقى احنا بنتكلم ان شاء الله لو هم خدوا قرار الطرح
يبقى احنا بنتكلم في اخر 8 واول 9. لو هم هيغيروا في السعر يبقى احنا برضو معانا يعني ممكن شويه كده، ولكن هنبقى ننتظر قرار رئيس الوزراء اللي هو بيعدل بقى في ايه الاسعار. ولكن حتى الان احنا شغالين على اخر قرار لرئيس الوزراء، واخر قرار لمستوى دخل الفرد، واخر قرار لمستوى دخل الاسره. فاحنا بالتالي احنا شغالين على حاجه اوكي موجوده، مش حاجه احنا بتنشأ من جديد، لا، ده في قرار لرئيس الوزراء واحنا ايه شغالين عليه. ده بالنسبه لمشروع الاسكان اللي هو في البريد. محدش بقى يتوقع ان مثلا كمان اسبوع هينزل الشقق في البريد، لا يا فندم، ده ليه خطوات وهيتم الاعلان عنه قبلها بفتره، وما تقلقوش جدا. الدوله هنا لما هتاخد قرار هتنزل عدد شقق برضو كويس، لان انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في اعداد كبيره جدا مستنيه الاعلان ده. فنتمنى كل الناس تكون اللبس اللي عندها بقى ده راح، يكون وصلت لها صورة عن كل المشاريع المتاحة، يكون قدرت انها تفهم ما يدار في السوق العقاري. الاعلان الاسكانات، يعني اعلانات الاسكان اللي الدولة بتقوم بيها ده، يعني هو ده ما يدار في اعلانات الاسكان. نتمنى كل الناس انها تتابعنا الفترة اللي جاية، لان احنا هننقل لها خبرات ومعلومات مهمة جدا هتفيد كل المهتمين ان هم يحجزوا شقق اسكان اجتماعي. يا رب اتمنى اشوفكم دايما بكل خير. شكرا ليكم وللقاء كل متابعينا الكرام.